اهلا وسهلا بكم في قناة صلح على واطلب نفسك. النهاردة معانا فيديو جديد ومهم عن مكوة الملابس المنزلية. طبعا المكوة دي حاجة محترمة، دي توشيبا، لكن للأسف العميل فكها وجابها ليا بالشكل ده وقال لي انا فكيتها بس ما عرفتش اصلحها. هنبدأ مع بعضنا واحدة واحدة نفك ونفهمك كل جزء في المكوة عبارة عن ايه. ده طبعا مجرد ان هو تجل عشان بيتجل معايا المكوة. ده طبعا سلك الارضي، والاتنين دول اللي هما الكهرباء. طبعا هو غلطان هنا في حاجات راكبة غلط اهي. يعني انا ده طرف كهرباء والتاني ده هو طرف كهرباء، مدي طرف الكهرباء لطرف من السخان وطرف الكهرباء التاني مديه للسرموستات، والسرموستات بيرجعه معايا تاني لنفس الطرف بتاع السخان هو ودي مشكلة. طبعا المفروض انا قبل اي حاجة هنكشف بالسرية على الاطراف دي، دول طرفين السخان. مدام اداني اضاءة يعني اهو، بص احنا هنريح الدنيا شوية كده اهو. مدام اداني اضاءة كده يبقى انا كده ما عنديش مشكلة. كمان هنشوف هل هو فيه ماس ولا لا، لربما يكون فيه ماس معايا. مفيهوش ماس. انا المفروض طرفين الكهرباء يوصلوا معايا للسخان. السخان اللي هو ده الجزء ده ما يسمى باسم السخان. طبعا انا المفروض ده طرف اهو واصل للسخان، وده طرف تاني اهو بالشكل ده، ومعايا طرف الكهرباء التاني الارض. طبعا احنا هننساه خالص. هناخد طرف الكهرباء اللي جاي واحد من 220 المفروض يركب معايا هنا بالشكل ده كده اهو، والطرف التاني بيروح للسرموستات، والسرموستات هو اللي بيدي الطرف التاني. كده انا لو حملت اطراف السيريا هنا اهو على الكابل، سمي بسم الله ونشغل. مجرد ما انا نلف كده اهو دوت السرموستات اهو بالشكل ده، هنلف بدأت تشتغل معايا. طبعا هتسخن وتبدأ تفصل اوتوماتيك وحديها. هنرجع بالسخان هيرجع معايا كده. انا توصيلتي الصحيحة والسليمة. تاني يبقى انا معايا هنا طرفين الكهرباء 220، بندي طرف للسخان مباشر والطرف التاني بيوصل للسرموستات، والسرموستات بيديني للطرف التاني للسخان. يبقى انا بيبقى معايا وسيط بين الطرف 220 وبين السخان السرموستات، لان هو اللي بيتحكم في التشغيل والفصلان بتاع السرموستات. المكوة نفسها بيتحكم في تشغيلها وفصلانها. فطبعا كده انا حبيت افك الدنيا دي عشان اوضح لك محتويات المكوة. هنبدأ نفك الكلام ده خالص. السلك الزيادات اللي معايا دي هنشيلها عشان ما تعملش معايا مشاكل. طبعا المفروض انا اركب التجل بتاعي زي ما هو التجل بتاع المكوة.
هيركب معايا زي ما هو على هذا الوضع. طبعا المسمارين دول اللي بيربطوا الوش فوق. تراعي قبل التجفيل مكان المسامير هنا، لاني لو ركبت غلط كده هتفرق معاك في مكان المسامير نفسها، فبالتالي زي ما فكيت تحفظ وتركب عشان ما تغلطش. هنبدأ نربط كده. هنوصل الطرف ده مع بعضنا وبعد كده هنرجع لكم تاني، خليك معايا. هنبدأ طبعا وصلنا احنا الطرف ده اهو اللي هو ال220، وخدنا الطرف ال220 راح للسرموستات والسرموستات رد بيه للهيتر التاني. هنبدأ مع بعضنا عادي نقفل واحدة واحدة. لو حابب تزود لمبة البيان تمام، المفروض ان لمبة البيان بتاخد من الطرف ال220 وبتاخد الطرف التاني اللي هو مدي السرموستات، عشان مجرد ما تفصل يفصل معاها السرموستات. مجرد ما يفصل السرموستات تفصل معايا اللمبة نار. هنبدأ نقفل اهو بالشكل ده. طبعا دي السلكاية بتاعت الارضي. هنبدأ نقفل طبعا دوت قلنا السلك بتاع الارض. بعد ما ربطنا سلكات الارض هنبدأ مع بعضينا نربط الصواميل دي اللي هي حابسة على الوش معايا. مفروض ان احنا هنركب دي كده بتاعت حساس السرموستات. في طبعا هنا نقرا اهي الخط الاسود ده اهو، هركب فيه دي وبعد كده تركب معايا تحت. هتركب معايا بالشكل ده، وبعد كده المفروض ان هي هتركب معايا على الحساس بتاع اهو. نبدأ بعد ما ركبنا الوش هنربط عليه بالصامولتين دول عشان يثبت معانا. طبعا بالشكل ده كده احنا نبقى ركبنا الوش. هنيجي لأطراف السلك
هنبدأ نجيب كابل نضيف وهنبدأ نغير مع بعضينا الأسلاك دي. طبعا احنا قلنا هنا معايا ده طرف للتيار 220 وده الطرف الثاني اللي هو جاي من السرموستات وده الأرضي. هنبدأ مع بعضينا واحدة واحدة نوصل الأطراف. طبعا أنا هنعمل كده وهنبدأ نوصل بالشكل ده. طبعا دي أفضل بكتير من العازل. هنبدأ نوصل الطرف الثاني. بعد ما وصلنا الكابل بتاعنا، طبعا الكابل ده فيه طرفين بس مفيش طرف 200 والطرف الارضي. هنبدأ نركب الوش هنا بالشكل ده وهنبدأ نختبر مع بعضينا على لمبة السيريال الاول. هنشوف هل الشغل بتاعنا صحيح ولا لا. هنهدي الاضاءة عشان الدنيا توضح معايا. هنبدأ نعمل كده، ندي السيريال لل 220 ونبدأ نحرك المؤشر. هنشوف هل المؤشر راكب معاه اهو تمام كده. مجرد ما انا جيت على الاوف اهو اللمبة فاصلة بتاعت السيريال، لكن لما نعمل كده اهو الدنيا شغالة معايا حلو زي الفل، ما عنديش اي مشاكل. كل ما بنرجع عند الاوف فصلت، يبقى انا كده دي مظبوطة معايا بالظبط، ما فيهاش اي مشاكل. هنبدأ نعمل اختبار اللي هو بتاع الماس الكهربائي. هل انا عندي ماس اهو، مسكت طرف فوق اهو والطرف التاني بنحمل هنا. انا لو الطرف ده هو محمل في اي حته في جسم المقطع بالشكل ده هنعمل كده، هتلاقي لمبه السيريا نورت معايا كده. انا ما عنديش مشاكل. هنبدا نشوف الطرف التاني هل في مشكله ولا لا. هنعمل كده برضو ما عنديش اي مشاكل اهو. بالشكل ده احنا نقدر نوصل طبعا على طول على ال 220 ونختبر سخونية المكوى ونشوف الوضع ايه. طبعا للأسف العميل مش عايز لمبة بيان. انا مش عارف ايه الحكمة في كده، مع ان بالعكس لمبة البيان ليها فايدة وفايدة كبيرة خالص، لان بتعرفني اذا كانت المكوى سخنت ولا لا، وهل المكوى بتاعتي فصلت ولا ما فصلتش، المكوى بتفصل ما بتفصلش، الدنيا فيها ايه، انا ما بنعرفش. طبعا المكوى بتاخد وقت بسيط على بال ما تسخن. كده المكوى بدأت تسخن معايا واشتغلت الشغل الصحيح بتاعها. طبعا المكوى دي للأسف الشديد يؤسفني ان انا نقول ان المكوى دي توشيبا. طبعا توشيبا دي مكوى ماركة ممتازة جدا، بس للأسف زي ما حضراتكم شايفين هي متهانة، مفيش اهتمام بيها، ولكن بالفعل هي مكوى تستاهل ومكوى عملية ومكوى محترمة نظيفة جدا. وكده احنا نبقى حولنا شوية الكراكيب اللي كانوا جايين متفتتين الى مكوى، ولكن للأسف ناقصة لمبة البيان. لمبة البيان لو حبيت توصلها بتاخد طرف من الترموستات. اللمبة لها طرفين بالشكل ده، ادي طرفين اللمبة دول طرفين اللمبة. اللمبة بتاخد الطرف، تربط طرف في الترموستات والطرف الثاني مع السخان اللي واخد ال 220 مباشر
انا لما اربط طرف في الترموستات مجرد ما بيفصل الكهرباء يروح فاصل لي عن اللمبه بتطفي وتنور، انا عارف المكوه اذا كانت سخنت ولا لا. دي طريقه توصيل اللمبه. وكده احنا نبقى وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا باللايك، ولو كنت لسه ما اشتركتش في القناه انزل حالا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا. سلام.